السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مع بعض كيكه جوز الهند. هنعملها بطريقه حلوه قوي، طريقه سهله كده وبسيطه. خليك كده معايا لاخر الفيديو علشان تشوفي الطريقه. اول حاجه كده هنقول بسم الله، ومعانا 3 بيضات. طبعا البيض لو موجود في التلاجة بتكوني مطلعاه قبليها بنص ساعه، علشان البيض لو ساقع معاكي هيبوظلك الكيكه، فاحنا بنكون مطلعينه قبليها كده بنص ساعه. معانا كمان معلقة كبيرة من الفانيليا السايبة. لو عندك فانيليا بودر يبقى معلقة كبيرة من الفانيليا البودر. معانا هنا بقى 3 معالق كبار من جوز الهند المطحون. طبعا بتكوني طحناه منعماه كويس جدا، بتنزلي عليه كده بالبيض وبتضربيه كده في الخلاط او بالمضرب الكهربائي زي ما انت شايفه كده، لحد ما البيض معانا لونه يفتح خالص اهو زي ما انت شايفه كده. طبعا احنا لسه ما حطيناش السكر يا جماعه، بس احنا خدناه كده ضربتين 3 مع جوز الهند والفانيليا. بعد كده هننزل عليه بمعلقتين بكوبايتين الا ربع من السكر المطحون. انا هنا طحنه السكر عشان يسهل معايا عمليه الذوبان. لو انتي حابه تحطي السكر كده مفيش مشكله خالص. إيه، هنضربهم كويس جدا لحد ما البيض والسكر يدوبوا مع بعض ويدونا كده اللون الفاتح اللي انت شايفاه ده، وكمان يبقى ملمسهم كريمي كده. زي ما انت شايفه. الخطوه دي مهمه جدا يا جماعه في عمايل الكيكه. يعني انت عشان تطلعي كيكه مظبوطه امشي بالخطوات دي بالظبط. معانا بقى هنا كوبايه الا ربع من الزيت اهو. وبنبدأ بقى ننزل حبة حبة كده لحد ما بنحط الكمية كلها، وبرضو بناخدهم كام ضربة كده اهو، لحد ما نتأكد ان الزيت داب خالص مع المكونات بتاعتنا. بننزل بقى هنا بكوبايتين من اللبن. اللبن هنا انا مدفياه، يعني اللبن هنا عندي دافي مش بارد. إيه، انا يعني مش سخن غليان، يعني مش سخن لدرجة الغليان ومش بارد، لا اللي هو الوسط. وطبعا بنضربه كويس جدا كده زي ما انت شايفه. هتلاقي حتى كده يعمل معاكي رغوه كده. عايزه اقولك ان اللبن لما بيبقى سخن آه، بيطلع نتيجه حلوه جدا في الكيكه. بجد جربي كده، حتى انت لو مش عايزه تحطي لبن ممكن تستبدلي اللبن بميه، مفيش مشكله خالص، بس برضو تكون الميه سخنه. طبعا معانا هنا 3 كوبايات من الدقيق زي ما انت شايفه كده اهو. طبعا الكوبايه اللي انت بتعايري بيها اللبن هي اللي بتعايري بيها السكر، هي اللي بتعايري بيها الزيت وكمان الدقيق. طبعا هي الكوبايه بتبقى واحده يا جماعه. معانا حطينا طبعا اول كوبايه ودوبناها كده، وكمان حطينا الكوبايه الثالثه التانية معلش، وحطينا ذرة الملح. وهننزل عليهم كمان بمعلقتين كبار من النشا. النشا هنا عشان يدينا كده طريان للكيكاية، وبيدينا كده بتخلي الكيكة معاكي دايبة كده. انتي هتشوفي شكلها بعد السوا هيبقى عامل ازاي اهو. احنا بنقلب كده كوباية كوباية عشان ما ننزلش بكمية الدقيق كلها مع بعضها، الدقيق بيكتل معانا، فطبعا بياخد وقت على ما يفك معانا مع الخليط. طبعا دي كانت اخر كوباية وخلاص كده. بننزل كمان عليها بمعلقة ونص من البيكنج باودر. طبعا انا مكبرة المعيار عشان انا هعمل صينية كبيرة، فطبعا هتلاقوني انا مكبرة المعيار شوية اهو. هنقلبه كويس جدا كده لحد ما التكتلات بتاعت الدقيق تضيع خالص اهو. بصي، طريقة الكيكة دي ناجحة مليون في المية. يعني حتى لو انت اول مرة تعملي كيكة وهتعمليها بالطريقة دي هتطلع معاكي حاجة حلوة جدا جدا. طبعا ناس كتير جدا الكيكة مش بتنجح معاها بسبب ان المقادير مش بتبقى مظبوطة. انا النهاردة جايالك بمقادير مظبوطة جدا جدا. اخر حاجة طبعا زي ما احنا عارفين ومتعودين عليها بنحط معلقة كبيرة كده من الخل. دي بنحطها في الاخر خالص. وبناخد كده قلبتين كده اهو بالمعلقة او بالمضرب اليدوي زي ما انت شايفة كده. وخلاص كده الكيكة معانا بقت جاهزة. بنجيب بقى هنا الصينية بتاعتنا كده. الصينية دي مقاس 30 في 40. إيه لو انت عايزة لو انت مش عندك المقاس ده ممكن تستخدمي صينية مقاس 35 او 40، يعني اللي متوفر عندك. انا اللي كانت متوفرة عندي كانت المقاس ده اللي هو 30 في 40 اهو. بدهنها الاول كده، بعمل لها تبطينه كده، بتحطي سمنه او زيت من تحت كده، وبعد كده بتحطي عليها بتبطريها بالدقيق كده
اهو عشان تعملها طبقة، علشان طبعا الكيكة معانا ما تلزقش. اهو خلاص كده حطينا خليط الكيكة معانا. طبعا بتكوني مسخنة الفرن قبليها كده ب5 دقايق اهو على درجة حرارة 180. وبعد كده بننزل كل الخليط زي ما انت شايفة في الصينية كده. نصلي على النبي يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا ده فضلا من حضراتكم وليس أمرا. الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل كل جديد احنا بنقدمه. يا رب فيديوهاتي كده اللي انا بقدمها تكون بتعجبكم وتكون كمان بتستفادوا منها. خلاص كده احنا دخلناها الفرن، طلعناها بقى من الفرن. بصي عامله ازاي. انا عايزه اقولك انها كانت سخنه جدا، بس من ريحتها ما كناش قادرين نصبر عليها. عايزه اقولك ريحه جوز الهند كانت قلب المكان. طبعا حاجه كده طعمها وريحتها تحفه بجد، وهشه ومستويه وجميله جدا جدا. جربي الطريقه دي. وطبعا ده كمان ناس كتير جدا جدا مش بتظبط معاها الكيكه. إيه، جربي الطريقه بتاعه الكيكه دي هتعجبك جدا جدا، وسهله كده وبسيطه ومفيهاش اي حاجه خالص خالص. اهو مستويه وجميله جميله وعاليه ازاي وحلوه. انا عايزه اقولك ان الصينيه كبيره، فانتي اصلا لو عندك صينيه 35 صدقيني هتبقى اعلى من كده بكتير. بس عشان انا الصاج عندي ده صاج كبير 30 في 40 كبير، وده اللي كان متوفر ومتاح معايا فانا عملت فيه. لكن انتي لو عندك صينيه مقاس 36 هتظبط معاها جدا جدا وهتديكي نتيجه قد دي مرتين كمان. ف إيه، لو عندك صينيه مقاس 36 هيبقى المقدار ده كويس جدا معاها. اهو زي ما انت شايفه كده. بصي طبعا الكيكه اصلا بتتكلم لوحدها، شكلها وهم وطعمها وريحتها كانوا قلبين الدنيا والله بجد.